تخيل ان انا يوم ماتش اتحاد العاصمه والزمالك ماتش الذهاب، لما بيزيرا جاب الجول انا قمت وهيصت والكلام دوت. فابني بيقول لي بابا هو انت يعني فرحان ليه؟ انت مش عايز الزمالك يتغلب؟ تقول له يا ابني والله مش عايز الزمالك يتغلب عادي. وعايز اقول لك برضو ان انا كنت حزين جدا ساعه الزمالك ما خسر، وكنت زعلان على الجمهور وزعلان على شكل اللعيبه وزعلان على شحاته جدا. عارف ان الحلقه النهارده الاهلاويه هيغسلوني والزملكاويه مش هيصدقوني، فعشان كده سريعا يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد صابر ودي الكوره مع افوكاتو. بجد انا اتاثرت وبقالي يومين مش عايز اعمل الحلقه ديت، لان زي ما قلت لك كده حاسس ان في ناس مش هتصدقني وناس هتضايق مني ومن اللي انا هقوله والكلام ده. بس دي واحد يعني كلمه من واحد شايف الموضوع من زاويه بعيده شويه، فشايفها بشكل اوسع شويه. معرفش، مش هتفلسف، بس يعني هقول لك اللي عندي. الموضوع يمكن بدأ من عند السوشيال ميديا. يعني احنا مفيش واحد اهلاوي راح لبس في تيشيرت فريق تاني وشجع فرقه عشان بتلعب الزمالك. ما شفناش الكلام ده، ولا شفنا اعلام الاهلي طالع يقول لك احنا هنعلمكم، احنا مش عارف يوم السبت هنعمل ايه، ولا شفنا حد بيقول ان الاهلي بيمثل نفسه زي ما كانوا بيقولوا باعلام الزمالك. ما انا مش جاي برضو اطلع فيك القطط الفاطسه، انا بحاول بس اظهر لك المشكله كانت فين عشان اقول لك انت المفروض تعمل ايه، مش اكتر. والروح الوحشه اللي حاصله ما بيننا ديت في البلد كده ليه؟ ما الاعلام بجد بيتكلموا بيأفوروا قوي. اعلام الزمالك جاليليو واللي على شاكلته كده بيقولوا كلام بصراحه ما ينفعش. التضخيم الزياده قوي في اللعيبه والتضخيم في التجربه والتضخيم في كل حاجه بتخلي الجمهور يطلع للسماء وينزل على ما فيش. تجربه جون ادوارد ومعتمد جمال تجربه مش سيئه اطلاقا. خد بالك الزمالك بقاله كام ماتش بيقدم الولا حاجه، ولاعيبه الزمالك بتجر في رجليها في الملعب، فكان واضح جدا من اللي حصل في قلب الملعب ان يعني مع الاستحواذ، مع كل الصراعات الثنائيه، مع المجهود البدني اللي كان باين على اللعيبه قوي بتاعت الزمالك، ان انت مش هتعرف تاخد حاجه. تشيل 3 من الاهلي وماتش انبي زي الزفت والزمالك بقى له 3 4 ماتشات بيقدم ولا حاجه. احنا بقى طالعين كاعلام باعلام الزمالك، الاعلام الابيض طالع يعشم الناس بايه؟ طبعا انت لو كنت خدت البطوله دي كنت حليت كل مشاكلك تقريبا، كنت حليت كل مشاكلك. لكن تعالوا نرجع للاسباب. هو الزمالك هل كان معاه سكواد؟ ما برضو الاعلام بيعمل حاجات غريبه، يعني يقول لك ايه، ده عندك 3 في خط الظهر اللي بيلعبوا في منتخب مصر، ومش عارف مين عبد الله السعيد في خط الوسط هو وشحاته، وخط الهجوم شيكوبانزا وادهم كايد فلسطين، شيكوبانزا انجولا وعدي الدباغ فلسطين. منتخبات كلها لعيبه منتخبات. مش هي دي الفرقه اللي انتوا قلتوا عليها ان احنا امكانياتنا وفي وقف قيد والكلام ده كله؟ جايين دلوقتي تقولوا المعتمد جمال انت جبان، انت مدرب جبان. مش ده اللي كنتوا هتعملوا له تمثال لو خد البطوله؟ معتمد جمال لما نيجي النواحي الفنيه هقول لك كتير قوي فيه. هقول لك هو في المطوشه الكبيره ديت عمل ايه، سواء قدام الاهلي حاله الانهيار اللي بتصيب الفرقه في المطوشه الكبيره. لكن هل المفترض نوقد التجربه؟ عندكم وقف قيد، عايزين تجيبوا صفقات وما معكوش فلوس واعتمدتوا على الناشئين والكلام ده كله. هعترف بالكلام ده كله، مع ان انتوا اللي حطيتوا نفسكم في المشكله مش حد تاني. وان الدوري السنه دي شكله حلو بالشكل دوت بسبب ان الاهلي وحش، مش اكتر. الاهلي لو دايس من الاول خلاص الموضوع انتهى. لكن انت رايحين برضو الاعلام بتاع الزمالك وفرقه المليار وفرقه اللي مش عارف ايه وجهه نظري بقى يعني في اللي حصل دوت. وخاصه ان انا صعب عليا قوي محمد شحاته، بنعزيه طبعا، لان الكوره كانت قاسيه فعلا عليه في الحته دي. يعني اخرسوا بجد الاعلام اللهبل ده. يعني ما يطلعش هيثم فاروق يقول لك اصل احنا اللي يخيرني ما بين الدوري والكونفدراليه. لا طبعا الكونفدراليه نفس فكره ان انا
على طول بسوق ايه هو المهم بالنسبه لي على حسب انا دماغي فيها ايه. لا الكونفدراليه احسن من الدوري، لا الدوري احسن من بطوله افريقيا. يا جدعان خليكم منطقيين واتكوا على العقل بقى، اتكوا على العقل. تجربه جون ادوارد ومعتمد جمال تستاهل ان هي تكمل. الراجل جاب ناشئين اشتغل بيهم، عمل منظومه كمل بيها. الراجل باع لعيبه عشان يصرف على الفرقه. طب انت لو هديت المعبد دلوقتي ايه النتيجه؟ ايه النتيجه؟ يعني انت دلوقتي حتى لو الزمالك يا عم اتغلب والاهلي ركب مكانه، او الزمالك بقى تالت والاهلي بقى تاني، ايه بقى انت هتبدا بقى الموسم الجديد؟ ما انت ما معكش فلوس تدفع فلوس فك القيد. يبقى المفترض ان انا احط منهجيه، اقول للجمهور بتاعي الحقيقه، اقول له ان انا ببدا فروم سكراتش، ان انا ببني فرقه، ان انا معيش فلوس وده عادي، وابدا اشتغل على الرعايات والكلام ده. الله اكبر علينا، انا مش هتكلم ده في 4 مليار ونص داخلين. انتوا الاهلي راح في حته البراندنج والماركتنج دي في حته بعيده قوي قوي قوي. بص اتفرج، الاهلي عنده منظومه، وعنده خد بالك الزمالك يعني انا اسف، الاهلي لما الدنيا وقعت منه عمل اعاده هيكله للمنظومه كلها، وهيجي السنه الجايه هيدوس على وش الكل، وده العادي وده المنطقي. طب الزمالك وصل للنقطه اللي هو وصل لها دي ازاي، او عمل التجربه دي ازاي؟ بمحض الصدفه البحته. جابوا واحد صدروه المشهد اللي هو جون ادوارد عشان خاطر يشيلوا من على نفسهم هم المسؤوليه مش اكتر. فالراجل جه حاول يدير الموقف بقدر المستطاع. يبقى انا ما ينفعش اوعد التجربه دي واوعد الجمهور بحاجات مش منطقيه وبره العقل. يعني حتى لو الزمالك اتغلب وما عرفش ياخد الدوري، ما ينفعش ان انا اوعد التجربه. انا يعني الكام سنه اللي فاتوا دولت كنت بطلع ثالث ورابع واروح كونفدراليه وشكرا. السنه دي انت بتنافس على الدوري، يبقى انا المفترض ان انا اكمل. وصلت نهائي، المفترض ان انا ابني على الموضوع ده، مش اخسر كل حاجه. طيب احنا كده اتكلمنا في الجانب بتاع الاداره والسوشيال ميديا والتجربه وتقييم التجربه، لكن انا هكلمك بقى في النواحي الفنيه جوه الماتش. بص يا عم معتمد، عشان الكلام يخصك انت بس، لان بصراحه هي الفكره كلها في الخطه. لعبت انت فرقه تحولات، احنا ما شفناش تحولات. احنا شفنا فرقه لعبت صح، اول دقيقتين جاب الجول، بعد كده ركنت ورا. انت جاي جاي بعد الماتش بتقول ان اللعيبه خافت على النتيجه رجعت لورا. انت واقف على الخط بتعمل ايه؟ ثانيا، لما هو ادم كايد مش عامل حاجه في المركز اللي هو بيلعب فيه، وخليت عبد الله السعيد يلعب في مركز تحتيه، فحملت عبد الله السعيد وشحاته التقل بتاع المجهود البدني بتاع الماتش. حلو. وانت مدي الاتنين الباكات امر بان انتوا الاتنين ما تخرجوش، خليكوا واقفين ورا. ده منطقي؟ يعني كان المفروض ادم كايد يطلع وينزل محمد صابري من بدري، دخل واحد تاني في قلب الملعب وحرر عبد الله السعيد بدري قوي. ثانيا شيكوبانزا دوت او ثالثا بقى شيكوبانزا دوت ما ينفعش ابدا بيه، ده عمره ما ابدا بيه، ده عيل ني وطري. يعني انا لما كان بيلعب الاهلي رمضان بيكهام قلت له بقول لك ايه، يعني انا قاعد في البيكهام ده عيل اهبل، اجري بس معاه، اجري كل ما يجي اجري جنبه، وهو هيطلع في الاوت في الاخر. ولا صراع ثنائي كسبه خالص من بعد ضربه الجزاء، بس خلاص هو ما عملش حاجه تاني. ما ينفعش ابدا شيكوبانزا ينزل الشوط الثاني يلعب على التحولات، لكن انا ابدا بيه من اول الماتش مش هيعمل حاجه. بزيرة لعيب كويس، يعني مش هفخم فيه ولا هضخم ولا هصغر ولا هكبر ولا الكلام ده كله، لعيب كويس. حاول، الراجل جاي من اصابه، يعني الحاله البدنيه بتاعته شبه لعيبه الزمالك، بس هو انا المفروض كمدرب واقف بره اعرف استخدم الاسلحه بتاعتي. انا معاك ان بزيرة كان لازم يبدا، بس شيكوبانزا ما يبداش. ادهم كايد كان سيء جدا. انا حملت على عبد الله السعيد تحميله وحشه قوي. كنت منهار، اتاخرت في التغييرات، سبت الماتش يروح مني لضربات الجزاء، ودي حاجه مش مضمونه وانا على ارضي. المفترض كنت يبقى عندي انا المبادره، مش هقول لك اضغط من قدام، لان فرقتك اصلا فرقه تحولات، بتقابل ورا وبتعمل تحولات، بتعتمد على القصه دي. بس هو ما كانش فيه اي فكره للتحولات. شفناها، ما اتفرجناش على حاجه.
لما يكون عندك لعيب في الملعب مش قادر او ما عندوش فتوح طالع بيجر في رجله، يبقى انا لازم تغييراتي تبقى حاضره. دي النواحي الفنيه. يعني انت ما ازاي تروح لضربات جزاء مع فرقه زي دي؟ صعبه قوي، صعبه قوي. حاجه اخيره بقى، وهو عايز الزمالك يتعلم يلعب فير جيم. يعني نفسي في الاخر الزمالك يتعلم يلعب فير جيم، لان انت بصراحه حطيتوا نفسكوا حطه مع الاهلي مش هيسمي على حد للاسف. وده الموضوع دوت يعني ايه، ابتدى من ماتش الانسحاب بتاع السنه اللي فاتت. الاهلي قال مش هلعب. طبعا احنا عرفنا ان القرعه معموله حلبنتيشي والقصه دي كلها. انا يعني خد بالك موضوع الفير جيم ديت انك ما تلعبهاش بوساخه من الاخر عشان ما تتحطش في مشكله. ليه؟ ايه اللي حصل؟ جت على دماغك بايه في الاخر؟ وعلى فكره كله برضو شغل السوشيال ميديا واعلام الزمالك والاداره كلها قله ادب القصه ديت. والتكويس اللي كوس لكم من اتحاد الكوره، ولا حتى الماتشات اللي اتاجلت ديت عشان خاطر سيادتكم بتلعبوا باسم مصر والكلام دوت. مع ان الاهلي يعني لاعب الهلال قبل كده بنص ونص فرقته مع المنتخب. يعني دي مش حجه. ايه بقى القصه؟ ان انا دلوقتي استغليت الموقف ان الاهلي مش هيلعب من غير حكام اجانب، لان كانت باينه قوي التكويسه. وانا كنت على فكره من الناس المؤيده للانسحاب، مع ان الناس كلها قالت لك لا، ازاي الاهلي ينسحب، والكلام يعني مسجل على القناه. فانت بقى عملت في نفسك ايه؟ كابتن محمود الخطيب قبل الماتش ده كان مراعي ظروف الزمالك وقال لك ايه، مش هناخد لعيب من الزمالك عشان حرام الوقت اللي هو فيه. من بعديها بقى يا معلم قال لك خلاص فكك، الزمالك هيتداس على وشه، هيتداس على وشه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، زيزو فري، هاته. سيبك بقى من موضوع المكايده بزيرة وزيزو والكلام الفاضي دوت. انا زي شادي حبشي كده ما قال لك يا باشا انا عندي زيزو قدامي فري، ما اجيبوش؟ اجيبه وهزعلك عليه واعورك تعويره وحشه زي اللي انت كنت بتفكر تعورها لي. مع ان ميدو كان قبلها باسبوع بيقول لك ادي الزمالك العداله التحكيميه وانت شوف هيعمل ايه. ادينا شفنا عمل ايه الزمالك. برضه انا مش جاي احفل عليك، والله انا بقول لك يعني العب فير جيم صح عشان ما تزعلش، لان الاهلي كمان لسه مش هيوريك العين الحمراء كمان شويه. الزمالك لو ما عرفش يفك القيد وما عرفش يطلع الرخصه، الاهلي هيدوس عليك حتى لو انت خدت الدوري، فهيضربت في وشك في الاخر. يعني كان ممكن الاهلي يتغاضى ويلعب فير جيم معاك ويسيبك لو خدت الدوري السنه دي تخش افريقيا عادي، لكن انت اللي ما عرفتش تلعب فير جيم مع الاهلي. فازعل بقى وهات معاك ناس تزعل. وكان صعبان عليا بصراحه. انا كاحمد، يعني سيبك من ان انا راجل اهلاوي والكلام ده، شكل الجمهور واللعيبه والكلام دوت وشحاته على الاخص قبل اي حد في جمهور الزمالك وفي لعيبه الزمالك، كان صعبان عليا جدا 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 جدا. وفي الاخر هي رياضه، ده اللي انا عايز اوصله ودي رسالتي في الاخر. هي رياضه والمفترض ان احنا نتنافس بشكل كويس، ما نطلعش حتى لو هنحفل. يعني ما تقولش والنبي بلاش كلام مش واقعي، عشان لما هتيجي قدامي هسفلتك. الاهلي السنه الجايه هيدوس على وش اي حد، الهيكله والكلام ده كله، واكيد هيستنضفوا مدرب ويجي يمسك السكواد ده. السكواد اللي احنا من اول السنه ما لعبش ب 3 جنيه، عمل 3 مطوشه نار. فبص السكواد دوت لو نزل ومعاه مدرب عدل هيدوس على وش الدنيا كلها. فاتعلم تلعب تلعبها فير جيم ويبقى عندك سيستم. انت ابتديت السنه دي، ما تهدش بقى المعبد وترجع تبتدي من اول وجديد وتخش وتكمل في الدوامه. هارد لك وتعالوا لنا بقى في الدوري. بس كده، لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك، الشير، الكومنت، سبسكرايب. ولو بتتفرج عليا من على الفيسبوك او التيك توك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.